ازاي نزود الوعي في مصر عامة؟ زي ما في نوبي سألني على صفحتي على التيك توك السؤال ده. بكل بساطة يتم عملية وضع المفكرين، خلاص المفكرين المصريين في أعلى مكانة في الإعلام. يتم يوميا أو بشكل شبه يومي أو حتى أسبوعيا يتم استضافته في الإعلام، يتم عمل فيديوهات وعمل يعني نشر محتواهم في أوساط المجتمع المصري. ده هيساهم ولو ب10% من زيادة وعي المجتمع المصري. ده أول نقطة. تاني نقطة، تقليل من تفخيم الرموز التافهة، الرقصات، الممثلين إلى آخره. طبعا التمثيل شيء جميل وشيء مهم في المجتمع، لكن ما ياخدش اكبر من حجمه، ما يبقاش هو الكل في الكل. ما عمليش ارب جود تالنت واستضيف الممثلين والمغنيين وكانهم داخلين مثلا بطوله كاس العالم، مثلا زي النادي الاهلي ما داخل بطوله كاس العالم للانديه كده مثلا، وعاملين بروباجندا جامده جدا عليه، مع ان هم 11 نفر هيلعبوا 11 نفر في ملعب معين وبسلام عليكم. الموضوع بسيط يعني. والرياضه شيء جميل وحلو، انا طبعا معاه، لكن خلينا نكون واقعيين. تفخيم الناس اصحاب العقل والمنطق وتقزيم، مش عايز اقولك مش تقزيم، بس ما ينفعش اقول تقزيم، تقليل من مكانة المكانة المفخمة من قبل الممثلين والمغنيين ولاعيبة الكورة إلى آخره. دي نقطة مهمة جدا. رقم 3، التوعية على القراءة، فتح مجال القراءة. حركة الترجمة لازم تتحرك، لازم الترجمة يكون في ترجمة كتير للكتب، بالذات في مصر. مصر أكبر دولة عربية بتترجم كتب إلى حد ما، يعني على حد علمي ممتاز. وبعدين آخر حاجة، تنحية رجال الدين الموجودين حاليا في أرض الواقع، يتم تنحيتهم تماما، لأنهم أهل غير اختصاص، مش متخصصين. تلاقي المهندس والدكتور والمحامي رب دقنه وحلق شنب وقال لك أنا داعية. هتقولي طب انت، ما انت داعيه برضه، انت راجل بتاع بتتكلم في الفكر والفلسفه، وانت دكتور اسنان، انت مش بتتكلم في تخصصك. اقول لك لا، ركز. الدين غير المحتوى اللي انا بقدمه. الدين بضاعة رخيصة للأسف. أي واحد حب يشتهر يعمل بس مجرد مقاطع دينية في اليوتيوب هيضرب جامد معاه. الدين بيأكل عيش صراحة يعني. لكن المنطق وفكر وفلسفة، المنطق ده لا تخصص له. يعني ممكن أي واحد في الدنيا أي تخصص يتخصص، يكون صاحب منطق وفكر وفلسفة عادي جدا. لكن رجال الدين لرجال الدين.